السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الطنجيه نديروها ان شاء الله بالكرعين بطريقه جديده. هنا عندنا الكرعين، كل واحد يدير على القياس اللي بغا. بالنسبه للعطريه عندنا هنايا 7 ريوس تاع الثومه. هنا عندنا نص معلقه صغيره ديال العطريه اللي كنت قلت لكم فيها قاع قله وبسيبيسه واللوز وعويه تاع القرفه اللي مطحونين. غادي نشاركهم معكم شي نهار، غندير لهم فيديو بوحدهم. هنا نص معلقه سكنجبير صغيره، الخرقوم، الابزار، شويه د الملحه غير شويه، وعويده تاع القرفه. هنا 4 كاس تاع الزيت مخلط ما بين البلديه والروميه. هنايا الضامه ديال الزعفران اللي كبيت عليها الماء طيب. هنا المشماش كيبقى اختياري. هنا اللوز اللي غادي نديروه يطيب حتى هو مع الكرعين. وهنايا العسل. دابا ندوزو لطريقه التحضير. نجيب الحجره غندير فيها الكرعين، هنايا اللوز، هنا الزيت، قلنا 4 كاس مخلط روميه وبلديه. هنايا داك الكاس اللي فيه الزعفران. هنا غندير العبيدات ديال القرفه، غندير الريس تاع الثومه، الملحه غنديرها شويه. هنايا غادي ندير معلقه كبيره ديال العسل. هنا غادي نزيد كاس تاع الماء سخون. غيكون عندنا في المجموع 2 كيسان ديال الماء. صافي وغنسدو عليهم. النوبه الاولى تكون البوطه مجهده حتى تبان لينا الصفاره كتبدا تصفر، وعاد نقتلوا عليها البوطه ونخليوها طيب ساعتين د الماء كاع. نطيبوا الكرعين شي على هاد الشكل هذا. قطعي معاك قطعي. دابا غندوزو للتقديم. هنا بعد ما حطيت الكرعين انا غادي نزينو بالمشماش اللي كنت عسلته مع شويه د اللوز كنت قليته. والتزيين راه كيبقى على حساب الاختيار وعلى حساب كل ذوق ديال كل واحد. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صراحه كتفرجوا في الفيديوهات ولكن ما كاينش اشتراك، ما كاينش اللايك. ديروا اشتراك وديروا لايك وشي تعاليق زوينين باش نبقى هكا نحط لكم فيديوهات زوينين وجداد وحصريين. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك وبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.